هتيجي تحط عنصر تصميمي بيحتوي على اللون الاحمر، هيتحط ممكن على شكل برواز، على شكل افكار، رسومات، على اي فكره ممكن انت تكون عايز تقولها، ولكن بشكل يدي الطابع النفسي اللي هو محتاجه، فيبقى ظاهر لعينه، ولكن تاثيره السيكولوجي او التاثير النفسي بتاعه مش قوي عليه. حبيت اوضح الفكره دي علشان في ناس ما بتبقاش فاهمه امتى ادعم باللون وامتى اعمل تضاد. زي مثلا في الكنب، امتى احط الكوشنز لونها من لون او من روح اللون بتاع الكنبه نفسها او الصوفه نفسها، وامتى بحط لون الكوشنز لون معاكس. فحبيت ان انا اوضح الموضوع ده بان انا في النهايه ببرمجه او بختصر، وانا بحب الحته دي قوي، ان انا اختصر لك الموضوع في انت عايز تقول ايه، انت تصميميا عايز تقول ايه. عايز تدعم اللون يبقى هتحط من نفس الروح، عايز تبرزه او تظهره يبقى هتعمل عمليه تضاد، بالتالي اللون هيبقى خلفيه للاخر. طيب نقطه تانية برضو بنشرحها بالتفصيل في الدبلومات، اللون المعاكس للون. اللون المعاكس للون يعني لو انا عايز مثلا احط لون احمر، في نظريات الالوان بنقول ان عكسه الاخضر. انا باجي اقول لك طب ما انا ممكن اشوف في حاله تصميميه اللون المعاكس ازرق، يعني الخلفيه زرقاء واللي قدامها احمر. العمليه دي احنا بنعملها امتى؟ لما اكون ان انا زي ما قلت عايز ابرز العنصر اللي قدامي. يعني مثلا انا عندي الصوفه مثلا لونها ازرق والكوشنز احمر، وانا بدي مثال. طبعا الالوان دي على خامه وعلى شكل غير على خامه وشكل اخر، انا بدي بس مثال عشان تفهموا قصدي. لان طبعا التصميم مش الوان بس، التصميم شكل وخامه ولون. لازم الشكل، بص هما بالترتيب كده، لازم الشكل يكون متناسق والخامه متناسقه ثم اللون. وانا كخالد حفني دايما اتكلم على الخامه قبل اللون، لان احيانا الخامات بتحكم اللون، زي الاخشاب بالذات بتحكم الالوان اللي انا اختارها. طيب نرجع نكمل موضوعنا. فانا لو عايز مثلا ان انا ابرز الكوشنز دي، ساعتها في الحاله دي بخلي الكوشنز بتاعتي مختلفه عن لون الكنبه اللي هي ازرق. خلاص. طيب ادي اول حاجه. طيب هل انا اللون الازرق ده كنظريات الوان المفروض ان هو اللون المعاكس او المضاد للون الاحمر؟ هقول لك لا. طيب امال ليه ساعات اللون الاحمر بيقبل مع اللون الازرق زي علم امريكا مثلا؟ اول حاجه ان هو يكون عامل دعم للالوان، ان يحط لون محايد ما بينهم زي اللون الابيض، يقبل الاثنين فيبقى عنصر اتصال. او ان احنا نتكلم ان اللون الاحمر ده لون ايه في الاصل، هتقول لي لون ساخن، وهقول لك اللون الازرق ده لون ايه، هتقول لي لون بارد. فبالتالي بيحصل الكونتراست او بيحصل التضاد ده، فبيحصل ان اللون بيطلع شكله حلو. طيب دي نقطه. طيب لو جينا اتكلمنا على مثال اخر، خلي الكنبه او السوفه هي اللي لونها ازرق والكوشنز احمر ولا العكس. الكلام ده كسايكولوجي الوان على فكره بيفرق جدا. انا دايما بشوف لو انا عايز اقول هعمل بالانس يبقى الكوشنز هي اللي لونها احمر، وبرده ارجع اقول انا بدي مجرد مثال بالموضوع. هتبقى الكوشنز اللي لونها احمر. اشمعنى اللون الاحمر بيبقى قوي؟ فلما اللون القوي يتحط على العنصر القليل واللون البارد يتحط على العنصر الكبير، يحصل بالانس او يحصل اتزان عندي. عكس ما اقول لك الكنبه هتبقى لونها احمر والكوشنز هتبقى لونها ازرق، في الحاله دي بتحس ان انت عينك تعباك. خلاص. اللي انا بوصفه ده في حاله الكونتراست او في حاله التضاد، او عايز تبرز بالتضاد. في حاله تانية طبعا انت ممكن تعملها لو انت حابب ان انت تقول لا انا عايز اخلي الكوشنز دي جزء من العنصر التصميمي. اللي هي حاله ايه بقى؟ ان احنا نقول انا عندي الكنبه او الصوفه مثلا لونها ازرق مثلا، يبقى هاجي عند الكوشنز واخليها لونها ازرق فاتح او ازرق غامق، وبرده تفرق احنا عايزين نقول ايه في الموضوع ده. ولذلك انا بقول الحاجات دي بتتشرح في الدبلومه بالتفصيل، مش هقدر ان انا اوضحها لان الحالات مختلفه ومفيش تصميم شبه التاني، ومش المفروض ان يبقى فيه تصميم شبه التاني. المفروض ان احنا لما بنعمل ديزاين علشان يكون مختلف او مميز عن التصميم التاني، والا كنت دخلت على الانترنت وجبت اي صور وخلاص. احنا الهدف انك تعمل ديزاين ان الديزاين يكون متكامل، مفيش تصميم متكامل هيشابه بعضه. لان زي ما اتكلمنا في فيديوز قديمه قبل كده، واتفرج ارجع الفيديوهات، تصميم لعميل شاب غير لعميل راجل كبير، تصميم لراجل عايش لوحده في شقه غير لاسره وفي اطفال، تصميم لزوج وزوجه غير زوج وزوجه وعندهم اطفال. كل حاله من دول بتفرض نفسها تصميميا، ومفيش حاجه او حاله هتكون شبه الثانيه. ولذلك الديزاين لازم يخضع لان هو يتراجع مع الحاله او القصه او الحكايه بتاعت العميل. فحبيت اوضح الفكره دي علشان في ناس عندها مشكله كبيره قوي
في اساس الالوان او اساس السيكولوجي او العوامل النفسيه للالوان. وخد بالك التلوين لوحده حاجه، والتلوين كنظريات حاجه، والسيكولوجي حاجه تانية خالص. يلا باي باي، مساءكم جميل.